السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو وانزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لنا في كل حاجه بنعملها. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى ان شاء الله اول تنظيفاتي هبتدي انضف الغرف كده، وعايزه اقول لكم بقى هعمل فيها تنظيفات عميقه واخليها زي الفل عشان خاطر بقى العيد. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى هنضف الغرف زي ما هتشوفوا كده تنظيفات عميقه، ولكن مش هفرش الفرش بتاع العيد، لاني انا بفرش فرش العيد ايا كان بقى جايبه سجاده جديده او ملايات جديده، بفرشها طبعا يوم الوقفه بالليل. فقلت بقى انضف طبعا التنظيفات العميقه دي، ويوم الوقفه ان شاء الله يبقى كده تنظيف على السريع، وابتدي افرش بقى الحاجات اللي انا جايباها جديد. انا كان هدفي من الفيديو ان انا نتنشط كده مع بعض، ونقوم طبعا نعمل كل اللي ورانا تنظيف عميق بقى في شقتنا او في مطبخنا. وطبعا الفرش بقى بيبقى يوم الوقفه كل واحد بيفرش على حسب اللي جايبه جديد بيفرشه في شقته. كل سنه وانتم طيبين، اجمل واحلى متابعين. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجه بقى بدات بيها غرفه النوم، قلت كده امسكها وانضفها واخليها زي الفل. وهنضف بقى ورا التسريحه. عايزه اقول لكم بقى ان السرير كمان كنت منضفه تحته من قبلها بيومين. كان زوجي يعني في اليوم ده ما راحش الشغل، وشلت بقى المراتب ونضفت تحته وخليته زي الفل. لكن بقى النهارده هشيل بقى التسريحه، هكنس وراها كده وهمسح وهلمع واخلي الدنيا زي الفل. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. بصراحه التنظيفات العميقه دي بتخلينا كده قاعدين مبسوطين ومطمنين بقى ان شقتنا نظيفه وزي الفل. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا نظفت الغرف الحمد لله، خلصت بقى منها واتشجعت كده وقمت خلصت كل اللي ورايا، فاضل لي بس الصاله. والصاله مش هتاخد مني وقت لاني انا عندي شقتي كلها يعني ما فيهاش حاجات كتير او ما فيهاش تفاصيل كتير، فبصراحه مش بتتعبني الحمد لله لما بنضفها. المهم هنا طبعا شلت كل حاجه، شلت التراب الاول ونضفت الحيطان، وكمان برضو نضفت الشيش والازاز. وبعد كده بقى هبتدي برضو اغير الملايه، وهبتدي بعد طبعا ما بكنس ببتدي المع. اكيد طبعا انتوا عرفتوا طريقتي في التنظيف، ان انا بشيل التراب الاول وبكنس وبعد كده ببتدي المع. كمان الادراج بتاعت التسريحه دي برضو نظفتها، ورصيت الحاجه برضو اللي انا محتاجاها يعني او اللي انا عايزاها برضو رجعتها مكانها. المهم ان انا نظفت الادراج بتاعت التسريحه وخليت الدنيا زي الفل الحمد لله. كمان بقى هشيل السجاده برضو بتاعت غرفه النوم والمشايه هغسلهم، عشان خاطر بقى انا ابتديت ان انا اشيل السجاد المشايات يعني والسجاد اللي عندي. انا غاسله سجادي كله، ولكن في مشايات بقى، وعندي كمان سجاده كبيره احطها في الصاله برضو هشيلها واغسلها هي كمان، عشان بقى يبقى سجادي كله نظيف وزي الفل. هنا بقى شديت التسريحه زي ما انتم شايفين تراب كان قد ايه. المهم طبعا برضو جبت الزحافه ونضفت يعني وراها كده وخليت الدنيا زي الفل. وبعد كده بقى هبتدي امسح. بجيب بقى الشرشوبه بتاعتي بيكون طبعا فيها ميه ومعصوره، وعليها بقى اي معطر عشان تخلي لي برضو ورا التسريحه كده ريحته حلوه وزي الفل. وبرجع بقى كل حاجه مكانها، يعني الحاجه اللي بشدها واكنس مكانها وامسح ببتدي ارجعها مكانها، عشان ما تبقاش الاوضه عندي مكركبه وما بقاش عارفه يعني اعمل فيها ايه. فكل حاجه بنظف مكانها، بمسح وبرجعها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا عندي في الحيطان بصراحه في الشقه كلها رطوبه جامده جدا جدا. المهم طبعا ان انا كنست اهو زي ما انتم شايفين، وشلت بقى البويه والحاجات اللي بتبقى واقعه دي ونضفت ومسحت، وبعد كده برضو رجعت كل حاجه مكانها. وزي ما قلت لكم السرير كان قبلها بيومين زوجي يعني ما كانش راح الشغل، وشلت المراتب خليته شل المراتب يعني، لان طبعا دول مرتبتين وكمان تقال جدا جدا، فخليته بصراحه شالهم. ونضفت كده تحت السرير وخليته زي الفل. كمان شلت الكومودين وبرده نضفت مكانه، وخرجت بقى على البلكونه خليتها هي كمان زي الفل. بلكونه اوضه النوم يعني ما فيهاش اي حاجه، فبتبقى سهله ان انا انضفها، انضف الحيطان وابتدي برده اكنسها وامسحها. المهم بقى ان انا شلت التراب زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى اجيب البخاخ والفوطه بقى اللي في ايديا دي، وابتدي المع طبعا كل حاجه في الغرفه. عايزه اقول لكم كل الغرفه لمعتها، الخشب كله لمعته. البخاخ ده بصراحه بيساعدني، وكمان الفوطه اللي في ايديا دي خفيفه كده وبتلمع وبتخلي الدنيا زي الفل. المهم ان انا لمعت الخشب كله وخليت الازاز زي الفل. طبعا في اليوم ده بصراحه انا كنت من قبلها بيوم عارفه ان انا في اليوم ده بقى هعمل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي او اللي انتوا شايفينه. فجبت بانيه وتبلته وغلفته كمان، وكمان عملت مكرونه. يعني اليوم اللي تكوني عارفه انك هتتعبي فيه او هتعملي مجهود فيه، يبقى قبلها من يوم قبلها بيوم عامله حسابك على الاكل اللي هتعمليه. فطبعا اسهل اكل واحسن اكل كمان لان الولاد بيحبوه البانيه والمكرونه.
المهم طبعا هنا خلصت بقى الغرفه، طبعا بمسح كل حاجه وبلمعها، الخشب والازاز وكل حاجه. انا الحمد لله يعني على طول الغرف عندي نظيفه لان ايدي فيها، يعني مش معنى ان انا بصور فيديو عشان بعمل روتين كده عميق زي ما انتم شايفين ان انا بس بعمل في الوقت اللي انا بصور فيه، لا، انا كل يوم ايدي في الحاجه، على طول بلمع الحاجه وعلى طول بنظف الحاجه. عشان كده الحمد لله لما باجي انظف الحاجه مش بتتعبني، يعني مش بتتعبني بعمل مجهود ولكن مش بتبقى متعبه قوي، لان انا ايدي على طول في الحاجه، مش بسيب الحاجه ان هي تتبهدل وبعد كده ابتدي انظف. المهم طبعا اي معطر موجود عندك جيبيه وامسحي بيه كده، خلي الشقه كده تبقى ريحتها حلوه وكمان تحسي بقى بريحه النظافه. المهم طبعا لمعت كل حاجه زي ما شفتوا، وخرجت على البلكونه برضو لمعتها، والغرفه كده بلمعها زي ما انتم شايفين، وظبطت الدنيا وخليتها زي الفل. انا بصراحه عملت غرفه غرفه، يعني كل غرفه اخلصها اخرج على التانية، كده احسن. لاني طبعا ببقى عارفه خلاص انا خلصت الغرفه دي هخرج منها مش هدخل بقى تاني، خلاص انا نظفتها، فبعمل غرفه غرفه. المهم طبعا جبت بقى ملايه نظيفه وفرشتها زي ما انتم شايفين كده، وحبيت بقى اجيب الخداديتين دول احطهم، ودخلت البطانيه. على فكره البطاطين الحمد لله انا ابتديت اغسل فيهم لان الجو ابتدى يحرر شويه، فابتديت بقى اغسل في البطاطين. المهم طبعا هنا الغرفه خليتها زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وكمان جبت علبة مناديل، كانت العلبة يعني خلاص بتشطف فجبت علبة وحطيتها. وده كان نظام الغرفة بتاعتي. انا بصراحة مش عايزة اغير في الغرفة لاني حاسة كده احسن نظام لها في غرفة النوم، فما ينفعش ان انا لا اشيل السرير مثلا انقله في مكان تاني، هو كده النظام بتاعها حلو جدا جدا. بعد كده بصراحة ارتحت شوية ودخلت بقى على غرفة ندى. هي كمان برضو جبت الحيطان، اول حاجة بجيبها الحيطان عشان بيبقى عليها تراب، بنضفها كده وبخلي الدنيا زي الفل. عايزة اقول لكم بقى ان يوم الوقفة ان شاء الله مش هعمل اي حاجه غير انها تبقى حته في ايدي، وهبتدي بس اشيل التراب سريعا كده والمع على طول، لان كل حاجه نظيفه وزي الفل. وكمان لو كنت صورت التنظيف العميق وفرش الشقه بتاعتي يعني يوم الوقفه، كان الفيديو هينزل لكم مثلا يوم العيد او تاني يوم العيد. فانا قلت لا، انا انضف التنظيفات العميقه واظبط الدنيا منها كده، اشجع نفسي وكمان تتشجعوا معايا، وتقوموا طبعا تنظفوا كده وتشوفوا اللي وراكم ونشجع بعضينا. وكمان الفرش بقى هيبقى ان شاء الله يوم الوقفه يعني اصوره اعمله فيديو وينزل بقى وقت ما ينزل يوم العيد او تاني يوم العيد، مش مشكله. المهم عندنا ان احنا عملنا التنظيفات العميقه، لان طبعا كل واحد بيفرش بقى على حسب الحاجه اللي بيبقى جايبها. انا طبعا كنت جايبه شويه حاجات كده على قدي، وريتهم لكم في مشتريات يعني في الفيديوهات اللي فاتت. فان شاء الله بقى هفرشهم كده يوم الوقفه بالليل، لان انا بحب بصراحه افرش يوم الوقفه بالليل، لان انا معايا ولاد لو فرشت من قبلها بيوم او باتنين او بتلاته هيبهدلوا يعني الشقه، وهيبهدلوها ليه. فانا بخلي طبعا التنظيف العميق زي ما انتم شايفين كده قبل مثلا العيد ب4 ايام، وبعد كده بقى الفرش بيبقى يوم الوقفه بالليل. المهم طبعا الحافظه كمان هغسلها وهشيلها، عشان انا جايبه سجاده يعني جديده كده هفرشها برده في غرفه ندى ان شاء الله. فقلت بقى اغسل الحافظه واشيلها نظيفه، ما بحبش طالما الحاجه يعني استعملتها ايا كان بقى حافظه سجاده بطانيه، ما احبش اشيلها كده، لازم اغسلها وانضفها وبعد كده ارجعها على نظافه. يعني احطها بقى ان كنت بعينهم مثلا تحت السرير او بعينهم في المكان اللي بعينهم فيه يكون نضاف وزي الفل. حطيت عليها طبعا اريال جل بيدي ريحه حلوه قوي، وحطيت عليها كمان كلوريكس الوان، وبسيبها بقى تنقع لحد ما تنزل كل اللي فيها، وبعد كده بشطفها مره واتنين. حبيت كمان اغير كده من غرفه ندى شويه. طبعا انا يعني على طول كده، يعني مش عشان بس بصور، على طول بحب كده اغير، اشيل التسريحه مكان المكتب، اشيل وحده الادراج مكان الترابيزه. الغرفه واسعه ما شاء الله وما فيهاش حاجات كتيره، فبتدي يعني بتخليني قادره ان انا اغير فيها كل شويه. المهم بقى هنضف تحت السرير زي ما انتم شايفين كده. على فكره كمان الدواليب عندي نظيفه وزي الفل. كل اللي هعمله ان انا جايبه شنط هشيل فيها بس الهدوم الشتوي، وهبتدي احطها تحت السراير، وبعد كده طبعا الصيفي بقى يعني هطلعه وارص مكان الشتوي. هو ده بس اللي انا هعمله، لكن الدواليب عندي متنظمه ونظيفه وزي الفل. بعد كده طبعا بكنس تحت السرير زي ما انتم شايفين الترابه. ورغم ان احنا كنا منظفين تنظيف عميق قبل رمضان، ولكن طبعا يعني في رمضان بصراحه كان في كل يعني يوم كده تلاقوا فيه هوا تراب، فالحاجات دي بصراحه بتبهدل الشقه وبتبهدل الدنيا، حتى لو احنا عاملين تنظيفات عميقه بتبهدل. فلازم بقى تكون ايدينا في الحاجه اول باول. طبعا بقى بعد ما كنست بجيب الشرشوبه بتاعتي وببتدي برضه احط عليها معطر، وكل غرفه بجيب لها ميه نظيفه وبحط عليها معطر عشان طبعا السيراميك بتاعي يبقى نظيف وريحته حلو. عندي كمان المعطر ده بحب ارش كده بعد ما انضف طبعا تحت السرير. وطبعا بقى الحاجه اللي انا عايزه اشيلها هبتدي اشيلها. انا زي ما قلت لكم ان انا ابتديت اغسل في البطاطين، ففي بطاطين غسلتها وفي بطاطين طبعا لسه هغسل.
كل يوم كده بتسلى في حاجه، بحيث ان شاء الله العيد لما يجي اكون بقى خلصت كل اللي ورايا ان شاء الله. المهم طبعا رجعت المرتبه طبعا على نظافه بقى كده، ورصيت الحاجه اللي انا عايزه احطها تحت السرير. وبعد كده هبتدي اكنس الغرفه، وهلمع بقى كل حاجه. طبعا هلمع المكتب، وهلمع بقى التسريحه، وحده الادراج، الدولاب، السرير، كل حاجه هلمعها واخليها زي الفل. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه. وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يحققها له، اللهم امين يا رب العالمين. هنا طبعا بشيل الازاز وهمسح مكانه كده. عايزه اقول لكم بقى ان انا مش هفرش اي حاجه من اللي هفرشها يوم الوقفه. انا كل حاجه برضو فرشها نظيفه، الملايات وكل حاجه، ولكن بقى الحاجات الجديده هي اللي هفرشها ان شاء الله يوم الوقفه. واعمل لكم فيديو كده سريع انزله لكم بقى يوم العيد او تاني يوم العيد، على حسب ما يعني الفيديو يتحمل انزله لكم. المهم ان احنا نظفنا التنظيفات العميقه وظبطنا الدنيا كده زي ما انتم شايفين. طبعا بقى برجع كل حاجه مكانها، بس طبعا بكون مسحتها ونضفتها عشان لو عليها اي تراب اكون برضو نضفتها، والغرفه بتاعتي تبقى نظيفه وزي الفل. الحمد لله في اليوم ده بصراحه، يعني على قد ما تعبت بس على قد ما كنت مبسوطه ان انا خلصت الغرف كلها مره واحده. عشان كده برضو ارتاح كده، الغرف خلصتها كلها، فاضل لي بس الصاله ان شاء الله برضو هعملها، والمطبخ عندي نظيف وزي الفل. برضو مسحه على السريع كده، لاني من ساعه ما نضفته تنظيفه عميقه وانا بصراحه ايدي فيه، المطبخ على طول ايدي فيه. يعني عايزه اقول لكم يمكن كل يوم بنضفه، ايدي فيه كده تنظيفات عميقه كل يوم. ليه؟ لان المطبخ اكتر وقت انا بقف فيه، فبحب بيبقى على طول نظيف. المهم طبعا ان انا هنا عايزه اغير من شكل السرير بتاعنا ده شويه، فحبيت ان انا اجيب له ليد. عايزه اقول لكم شكله حلو قوي قوي. وان شاء الله برضو هجيب الليد اللي السراير بتاعت غرف ادهم غرفه ادهم وعمر. ولكن بصراحه مره تانية لاني لقيت الليد غالي قوي، يعني انا جايبه متر ونص عمل 65 جنيه. فقلت خلاص السراير بتاعت ادهم وعمر خليها مره تانية. والفرع ده كان عندي برضو حطيته كده على التسريحه وكده. خلاص خلصت الغرفه بتاعت ندى. الستاير على فكره انا مش هغسلها. ليه؟ لان الستاير بصراحه انا كنت يعني غسلاها قبل رمضان ومركباها، فحرام ان انا اشيلها، هي ما عليهاش اي حاجه ونضيفه وزي الفل. فطالما ان انا عارفه ان حاجتي نظيفه بلاش ان انا اشيلها وافضل اغسل فيها، لان كتر الغسيل في الحاجه بتاعتك وهي نظيفه بتدوبها. المهم طبعا بوريكم بقى غرفه عمر وادهم ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني عمر مجنني مجنني، فعايزاكم بقى تدعوا له كده في الكومنتات ان ربنا يهديه ويهدي اولادنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى اي حاجه في ايديه كده ما شاء الله بيرميها على الارض، بيرميها في اي مكان، المهم ان هو بيعمل اللي في دماغه. طبعا عمر يا جماعه مش صغير، هو ابني الصغير يعني اخر العنقود، ولكن هو مش صغير بس بقى متدلع. فربنا يهديه يا رب، ربنا يهديه هو واللي زيه، ويجعل ولادنا صالحين، اللهم امين يا رب العالمين. المهم طبعا ان انا شلت كل حاجه كده، وهغير برضو الملايات، ونضفت الحيطان كلها نضفتها بتاعه الغرف زي ما شفتوا. وكمان بعد كده هبتدي اكنس، وبعد كده بقى بلمع الدولاب وبلمع كل حاجه. انا في اليوم ده الحمد لله كنت عايزه اغسل يعني انضف كمان الصاله، ولكن بصراحه تعبت، حسيت ان انا مش قادره. لاني انا بدات اليوم بتاعي من اول ما قمت من النوم كده حوالي الساعه 9:30، خلصت بعد العصر. فكان بقى يا دوبك ان انا اجهز الفطار. وزي ما قلت لكم انا كنت يعني مجهزه بانيه من قبلها بيوم، عشان عارفه ان انا يعني في اليوم ده هعمل الشغل اللي انتم شايفينه ده. وكمان عملت مكرونه، فقلت خلاص الصلاه بقى خليها في يوم لوحديها. المهم طبعا شلت بقى المرتبه وبنضف زي ما انتم شايفين، وهلمع بقى السراير وكمان الشباك، يعني كل حاجه محتاجه ان هي تتلمع بصراحه بلمعها. بعد كده بقى ببتدي ارجع طبعا الحاجه اللي عايزه تتعين تحت السرير، وهبتدي بقى ارجع المرتبه بتاعتي. يعني رجعت كل حاجه كده على نظافه، بصراحه النظافه حلوه جدا جدا. يلا بقى قومي كده تشجعي وشوفي بقى ايه اللي وراكي، وابتدي بقى اشتغلي كده واحده واحده على قدك، عشان طبعا صحتك، وربنا يدينا الصحه جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. السرير التاني نفس اللي عملته في الاولاني هعمله في التاني، ولكن طبعا عشان ما عدش يعني اللي انا عملته، حبيت ان انا بقى اعمله مع نفسي. وبعد كده ابتديت برضو ارجع اكنس تاني عشان لو في اي تراب او في اي حاجه. وهبتدي بقى المع زي ما انتم شايفين كده، بلمع الدولاب وبلمع الشاشه وبلمع طبعا السراير والكومودينو. البخاخ اللي في ايدي ده بيلمع لي الخشب والازاز وكل حاجه، ولكن الشاشه انا مش بحط عليها، يعني مش ببخ عليها من البخاخ، انا ببخ على الفوطه اللي في ايدي. وبعد كده ببتدي امسح الشاشه. لكن الدولاب ببخ عليه عادي، السراير زي ما شفتوا كده، لكن الشاشه هي اللي بحط على الفوطه وبعد كده ببتدي امسح. طبعا هنا بقى فرشت ملايات نظيفه زي ما انتم شايفين كده.
وهبتدي طبعا احط بقى المخدات. ما حبيتش بصراحه اخرج المخدات او اي حاجه بره، لان كان اليوم بتاعي طويل، فما حبيتش بقى ان انا اخرج البطاطين. كده كده انا فاتحه الشبابيك زي ما انتم شايفين، فكل حاجه بتتهوى وبتبقى ريحتها زي الفل. طبعا الفرش او السجاد بتاع غرفه الولاد كنت عايزه اغسله، بس قلت اخليه تاني يوم، وفعلا غسلته انا تاني يوم مع نفسي، لاني كنت حاسه ان انا تعبت، فمش قادره اعمل بصراحه اكتر من اللي انتم شايفينه ده. وكمان هغسل السجاده بتاعه غرفه النوم. المهم طبعا حطيت للولاد اللمبه دي، عشان برضو حاسسهم ان انا جددت كده في الغرفه. وبعد كده خلاص هبتدي اطفي النور، وهبتدي كمان شايفين بقى الاضاءه بتاعت اللمبه الحلوه دي، شكلها حلو قوي وبتدي منظر كده حلو. حطيت بقى الملايات اللي انا شلتها في الغساله زي ما انتم شايفين كده، عشان بقى اغسلها وما يبقاش عندي غسيل كتير. وابتدي طبعا لما الغساله تخلص ابتدي طبعا انشر الغسيل بتاعي. هنا بقى جبت السجاده بتاعت غرفه النوم، وكمان في مشيتين برضو هغسلهم. قلت يعني يخفوا عليا، وبغسل كل يوم كده حاجه حاجه، عشان زي ما قلت لكم طبعا عايزه العيد يجي عليا ان شاء الله اكون غسلت السجاد بتاعي كله. طبعا بحط بقى كلوريكس الوان، وبحط المسحوق اللي انا عايزاه، وببتدي ادعكهم بالفرشه زي ما انتم شايفين كده لحد ما انضفهم واخليهم زي الفل. وبعد كده بسيبهم يصفوا وبنشرهم. والحافظه برضو غسلتها ونضفتها وشطفتها لحد ما ميتها كده بقت شفافه خالص، ونشرتها زي ما انتم شايفين كده. وهنا بوريكم ان الجو كان حلو جدا جدا، والشمس كانت طالعه. فبصراحه يعني قلت بقى فرصه ان انا اعمل اللي انتوا شفتوه ده. طبعا بقى هبتدي هنا ادخل بقى، عشان كانت كمان الغساله بتاعتي خلصت الغسيل. برضو هنشره، عشان انا بحب يعني انشر بدري، بحب انشر بدري عشان خاطر برضو يتشمس كده وتبقى ريحته حلو. والبطانيه دي كانت بتاعت غرفه ندى، كنت غسلها قبلها بيوم. وطبعا بعد كده بقى رحت صليت الحمد لله. الاول طبعا جهزت الفطار، وبعد كده بقى شطبت المطبخ ورحت صليت. وهنا كنت جيت من الصلاه حتى بالعبايه بتاعتي زي ما انتم شايفين. قلت اعمل بقى فنجان قهوه. ولحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي نعم. عايزه رايكم في الفيديو. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.